استعادة الكأس والميداليات الذهبية والفلوس. قول منتخب مصر استفاد في 3 نسخ متتالية بالبطولة بالتحكيم. واحنا رينا البارح جاز بعد مباراة مانشستر سيتي والاخرى فارح وشيخ وكذا، خاطر هو قرار تاريخي عمره ما صار حتى ضرب البارح في تطور دراماتيكي ومفاجئ جدا، ويمكن نقول هو من أغرب القرارات في تاريخ الكرة الإفريقية. أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للكاف إنها جردت المنتخب السنغالي من لقب كأس أفريقيا 2025 وقررت تعطي اللقب للمغرب بنتيجة اعتبارية 3-0. القرار هذا جاء بعد حوالي شهرين من النهائي اللي تلعب في الرباط، وهو ما خلى برشا ناس في صدمة، خاصة لاعبي السنغال اللي ما كانوش يتوقعوا السيناريو هذا. على السوشيال ميديا ردود الفعل كانت قوية ومقسومة بين اللي مستغرب اللي رافض واللي شكك في القرار من أساسه. المنتخب السنغالي وإلا أسود التيرنجا اختار يرد بطريقة غير مباشرة. الصفحة الرسمية متاعه على منصة إكس نشرت صور الاحتفالات بالكأس من غير حتى تعليق على قرار الكاف. أما اللاعبين ما سكتوش. موسى نياخاتي مدافع ليون قام بنشر تصويره وهو حامل الكأس وكتب تعالوا خذوها، وكأنها رسالة تحدي مباشرة ورفض واضح للقرار. بابي ديمبا ديوب لاعب تولوز عبر على الصدمة وقال نحس رواحنا في حالة جنون، كيفاش نتيجة ماتش تتبدل بعد الوقت هذا الكل. باتي سيس زاد دخل على الخط ونشر صور التتويج والميداليات. من الجهة الأخرى الموقف المغربي كان أهدأ. الجامعة الملكية المغربية خرجت ببيان رسمي قالت فيه اللي الموضوع مش استهداف للسنغال بل هو فقط تطبيق للقانون، وأكدت اللي الخطوة هذه هدفها احترام القوانين المنظمة للمسابقة، ووعدت أنها تكشف على تفاصيل الخطوات الجاية بعد اجتماع طارئ. المدرب الفرنسي كلود لوغوا، المدير الفني السابق لمنتخبات السنغال، الكاميرون، الكونغو وغانا، يصرح ويقول يظهر لي المغرب ينجم يخرج من أي موقف، أما اللي صار هذا مجرد بداية القصة، في إشارة إنه الملف هذا ما زال ما سكرش وربما فيه تطورات أخرى. أما من الناحية القانونية القرار متاع الكاف مبني على اعتبار أنه السنغال انسحبت قانونيا وهو اللي خلى النتيجة تتبدل لصالح المغرب، ورغم هذا التفاصيل الدقيقة ما زالت مش واضحة برشا، لكن فما حديث على مخالفات إدارية كبيرة ممكن تتعلق بقوانين المشاركة وإلا تنظيم المباراة. حاليا السنغال عندهم 10 أيام باش يطعنوا في القرار قدام محكمة التحكيم الرياضي في سويسرا. باش يطعنوا ولا ما يطعنوش، احنا شفنا على صفحة الزميل عبد السلام ذيفلا قال انه الجامعة السنغالية انذرت الكاف وطالبتها بتعليق القرار نتاع الهزم نتاعها، واكدت الذهاب للمحكمة الرياضية الدولية. وتو بعد نفهم وش معناها محكمة رياضية دولية وشنو الفرق بين الكاف وبين المحكمة الرياضية الدولية. فما نسخة مشيت من الجامعة السنغالية للجنة الاستئناف التابعة للكاف. الموضوع انذار قبل اللجوء الى المحكمة الرياضية الدولية التاس وطلب إيقاف التنفيذ. بالنسبة للجامعة السنغالية تقول بأنها تطعن رسميا في هذا القرار وتعتبر أنه غير مؤسس قانونيا، تعسفيا ومفرطا بشكل واضح. قالت السنغال أنه هذا صار في خرق لقوانين اللعبة، إيفاب ومبدأ سيادة الحكم. وقالت لي لجنة الاستئناف استندت المادة 84 من لوائح الكاف لتبرير الانسحاب هذا، غير أنه وفقا للمادة 5 من قوانين الإيفاب فإن حكم المباراة مارس سلطته التقديرية باختيار توقيف مؤقت بدل الإنهاء النهائي، واستؤنفت المباراة ونفذت ركلة الجزاء وتم حسم النتيجة بعد الأشواط الإضافية. وإعادة توصيف حادثة ميدانية حسمت فوق أرضية الملعب على أنها انسحاب بأثر رجعي يعد خرق للمبدأ المستقر لدى المحكمة الرياضية الدولية بشأن سيادة الحكم Field of Play Doctrine، هذا اللي سميته السنغال. 2 السنغال قالت بأن هذا خطأ واضح في التكييف القانوني. قالت تطبيق المادة 84 يعد تعسفيا، فالانسحاب يفترض توقفا نهائيا للمنافسة، رغم أنه هذا ما صارش بالنسبة للسنغال. قالوا اللاعبين متاع السنغال رجعوا لأرضية الميدان.
تقول السنغال حكيت زيدا في النقطة الثالثة على عدم تناسب العقوبة. قالت سحب لقب قاري بسبب توقف للاعب دام 15 دقيقة في حين تم احترام مبدأ تكافؤ الفرص عبر استئناف المباراة، يعد عقوبة مفرطة وتتجاوز الصلاحيات، وذلك وفقا لاجتهادات التاس، خصوصا القرار عدد 3139/2013. وبناء عليه فإن الجامعة السنغالية 1 تنظر الكاف بضرورة تعليق التنفيذ القرار هذية، 2 تعلم الكاف بنيتها اللجوء إلى المحكمة الرياضية، و3 تطلب التسليم الفوري لكامل تقرير الحكم والمسؤولين عن المباراة باعتبارها وثائق أساسية للدفاع على حقوقها. وأعطت الكاف بعد الإنذار هذا مهلة 24 ساعة للكاف باش تتراجع القرار متاعها. المهلة 24 ساعة بالنسبة اللي جاء في بلاغ السنغال. مش نرجع الأحداث والبلانتي والروا ودارة كذا. سأختصر الموضوع. هو قرار تاريخي لجنة الاستئناف نتاع عمره ما صار. يصير في الجوز الاولمبيك المناشطات ينحيوا لها الميداي كما التونسيه اللي ربحت بعد ما كذا، ما علينا. عمره ما صار. عمره ما صار. باش تنحي كأس وتنحي تيتر وتنحي نجمه. على اتونسيون سي تري كراف. سي تري كراف باش التداعيات نتاعها مش تكون كما قالوا البارح فهمتي كبيره ياسر. باهي. النقطة اللي كانت حاسمة من جانب لجنة الاستئناف، اسمعني مليح، تتمثل في عدم السماح بأي استئناف آخر لدى لجان الكاف ضد هذا القرار. انت ولهذا السبب السنغال مش تعمل محامين وتعمل عندها ممر، والتاس توافق القرار النهائي. تاس معناها شو محكمة دولية رياضية تقول لك انتم عندكم لوائح وهما طبقوا اللوائح. هذا من ناحية. ولهذا القرار لن يكون أمام الاتحاد السنغالي تقول لي تحب أي مسار للاعتراض سوى التقدم بدعوة للمحكمة الرياضية الدولية تاس والاستئناف في ظرف وصول، قال لك ما زلنا ما نعملش استئناف للتاس وقتاش وصول الحيثيات لهذا الحكم التاريخي. ما زلنا ما عندهمش الحيثيات. ما عندنا قريت الحيثيات محدده لتحديد الخطوه التاليه كذا. به جروسو مودو تيتر لجنه الاستئناف اعتبرت السنغال منسحبا. به عليه قبول الاستئناف الاتحاد المغربي شكلا واحد وكذا ما عليناش في ذلك، استنادا للماده 82 84 خاطر الزوز، وفي كل الحالات معناها فما ربط بين 82 في السياق القضائي بين 82 ولا 84. باهي الذي ينص على عقوبات صارمه في حال الانسحاب او مغادره الملعب دون اذن الحكم. باهي المادة 82 يعتبر الفريق الذي ينسحب أو يرفض اللعب ومغادرة قبل نهاية المباراة دون إذن الحكم خاسر 3-0 ومقصي من البطولة، إلا إذا كان الفريق متقدم. معناه أنا رابح وفي الآخر بكل خرج الفريق هذاك ما فماش لعب، أنا تابي فير اللي صار في النتيجة في الملعب يحتسب لي أنا. بينما تفرض المادة 84 85 نقولوا 82 84 85 اللي يقولوا لا لوج الله يهديك فهمتني في عقوبات مالية، وصارت العقوبات المالية وإدارية إضافية. به هاي الأولاد اللجنة اللي عملت الاستئناف محلية شكرا اللجنة عملت الاستئناف شكون اللي عضو فيها؟ بارك الله فيك السيد معز ناصر. هاي اللجنة الرئاسية الرئاسة من نيجيريا ومن الكوت بالكاب فير و3 أعضاء. أهلا وسهلا بالبلد. فهمتي ولا 3 أعضاء نتاعنا اللي هما تونس توغو وكي دوتر وملاوي وملاوي. جي هنا كابتن جي مشكل. ما هي المشكل؟ ما مصير الكأس؟ ما شنو؟ فوالا هاي سيدي قررت تو استعادة الكأس والميداليات الذهبية والفلوس. شنو الفلوس؟ خاطر اللي يربح الأول عنده 10 مليون دولار واللي يربح الثاني عنده 4 مليون دولار. دونك السنغال في هذه الحالة مش ترجع 6 مليون دولار ما يقارب 17 مليار واش احنا تاع تونس. ومن تصريحات السنغال قال لك نرفض تماما ما نرد شيء لا الميداليات ولا الكأس ولا الفلوس. فهمتي ولا؟ وقال لك باش نعملوا احتفالات اخرى
خاطر باش يوريو بور ميموريزي سات الواحد فهمتني ولا بون باش يحرقوا حاجه. واحنا رينا البارح دياز بعد مباراه مانشستر سيتي والاخرى فارح وشيخ وكذا خاطر هو منع خاطر هو اللي فلت البيلانتي. صار كلاش كبير ياسر في بين شكون؟ بين شيبو المغربي لاعب كبير فهمتي وانسان طيب ونحييه، وبين وائل جمعه فهمتي تعرفوه قائد فريق اهلي ثلاثه بعض. وائل جمعه قال مشى للزربيتر قال يا خويا الزربيتر يحايلوا كذا، ولكن في الاخر يصير بري. وش قال؟ قال أن كل فريق يلعب على ميدانه يستفيد من التحكيم والجميع استفاد. يجاوبوا شيبو شو يقول له؟ يقول له منتخب مصر استفاد في 3 نسخ متتالية بالبطولة بالتحكيم 2010 2006 2008 2010 وقبضت فهمتني هكا عندكم وثلاثة بعدها كابتن. لا بعديش اسمه محمد حتى الناس الكل تتكلم فهمتي ولا. وهذا هو معناها الخلاصه قرار تاريخي عمره ما صار. حتى ليكيب وحتى قريت صباح وحتى البارح وحتى كذا يقول لك اون فا انفونسي لو كلو. صحيح. اما كيفاش مش لو كلو معناها معناها قرار عمره ما صار به. مبدا هذايا مبدا استقلالية أو سيادة الحكم على أرض الملعب. صحيح. إلى أي مدى صحيح. كابتن إلى أي مدى الحكم هو سيد الملعب؟ يقول لك الحكم هو سيد الحكم سيد كل شيء سيد كل شيء. ثم وقت ساعتين ويجي تو في تونس باش يولي يقول لك شو خويا لوسكو تي فاكي في الشامبيونات تاع تونس جو كروا وكان غال صلحوني ما عادش يعطيو 20 دقيقة يعطيو 5 دقائق باش ما تصيرش شكل مشاكل. خويا تحب تخرج من التيران الفار عمل لك كذا وكذا تو 5 مينوت بور كيتي التيران. يقول لك ان شو يقولوا الحكم هو ولكن الحكم هو مش الحكايه كابتن في الاخر هبط هذه اعطيني الصحيح هبط لوروا مشاو الفيستير واللي عمل العمل المشكله هو الانترونور داير عاقبوه برشا فلوس تاع السنغال. هبط كلود لوروا يمكن حتى المغاربه خليوا وياه خاطر المغاربه ما يساعدهمش باش يربحوا بالفورفي. حتى حكيمي وحتى الناس الكل يلحلحوا ساديو ماني يهبط كلود لوروا مشى لساديو قالوا فات ريفينير فو جوور سانكسيون تري غراف كان ما يرجعوش مشى يجري للجال واحد ورجع. المغاربه شيخ ويقول لك بلانتي ماركا وموا يا خويا فك علينا يا اخي صار تبلبزت اللي يحسب يفضل يفضل مع القرار هذايا كابتن. والله هذايا جوريسبرودون سي تو يقول لك القرار لا هو القرار صار بالنسبه ليك انت كخالد حسني مع تشوف انه قرار صائب. شو صائب هذا قانون ما نحبش ندخل فيه خاطر كل واحد يأول قانون كيما يحب وانا خايف توا ما حقهمش ما نعرفش كابتن. ما خويا خلي انا باقي خلي القضاء وخلي الدنيا وخلي كذا هذاك فما ناس تعرف هما مش يعملوا استئناف للطاس اما خايف من حاجه توا توريت الكاف لو ميم كلود لغوا يقول مثلا هذه مجرد بدايه القصه قال ردوا بالكم راهو هذه مازال مازال واخر كلمه الاهلي عمل استئناف على حكايه الجماهير جوستومون عباره توا وانت عارف توا والبارح انا شفت العباد الكل توا راجعوا يحكيوا داكور مالا هاو الاهلي عملت الاستئناف والكاف واش تعمل وين الكاف مع الاهلي وين الكاف فوالا الكاف في القاهره كابتن على الشماريخ اللي شعلوهم في رادس الكاف في القاهره ما يرجعوا لهمش على الشماريخ اللي شعلوهم في رادس ما نعرفش اي فوالا معناتها كانوا ياخذوا القانون ياخذوا كله مش اشتر دقيقه فاصل